السلام عليكم. من عام 2010 من وقت إعلان استضافة قطر لكأس العالم 2022 والعالم الغربي محروق. كيف الشرق الأوسط استضيف أول كأس عالم؟ وبدأوا يطلعوا أسباب وراء أسباب، أسباب وراء أسباب، وآخرها حرفيا وثائق نتفليكس اللي هو فيفا أنكفر عن فساد الفيفا وتوقيت ومحتوى الوثائقي جدا مشكك ومريب جدا ومستحيل يكون صدفة. اليوم راح نتكلم شوية عن الوثائقي وشوية عن الحرب الإعلامية اتجاه دولة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022 وشوية عن الحركات اللي بسويها للعالم يا سيدي. يلا بينا. أول ما عاد الفيفا إنه قطر هي مستضيفة لكأس العالم 2022 والعالم انفجر. كيف نروح نلعب في قطر والعالم هناك حر وحنموت من الحر وإحنا ناس كيوت نحب البرد؟ قالوا يا سيدي خلاص نخليه في نوفمبر لأول مرة في تاريخ كأس العالم يتلعب كأس العالم في وسط الموسم، ما يتلعب في الصيف، يتلعب في وسط الموسم وخلوه في نوفمبر. وقطر قالت إنها راح تبني مكيفات في ملاعب ومرافق عامة، وفعلا قطر نفذت اللي وعدت به. طيب يا سيدي قطر سوت مكيفات وتأجل لنوفمبر كأس العالم والجو لذيذ وكيوت، ها ايش في سبب تاني؟ خش لي على السبب التاني. قطر دولة صغيرة ما ينفع تستضيف الكم الهائل من الناس دي في كأس العالم وهذا حدث تاريخي ومدري. طيب يا سيدي هذا قطر حرفيا خلال 12 سنة الأخيرة اللي فاتت أعادت بناء البنية التحتية، ملاعب، مستشفيات، طرق، شوارع ومواصلات، كل شيء حرفيا أعيد بناؤه تقريبا في قطر أو بنية من أول وجديد. تحسب الدنيا وقفت هنا؟ لا 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 لا. قبل شهرين من انطلاق كأس العالم طلعت بعض الدول الاسكندنافية وقاطعت كأس العالم، وآخرها كان عاصمة فرنسا باريس، وقالت إنها ما راح تعرض كأس العالم في شاشات في ميادين عامة لأنه نحن بنقاطع كأس العالم. تحسب الموضوع خلص هنا؟ لا والله. قبل 10 أيام تقريبا من انطلاق كأس العالم طلع وثائقي في نتفليكس اسمه فيفا أنكفر أو فساد الفيفا أو خبايا الفيفا. طبعا المسلسل بيتكلم عن فساد الفيفا بشكل عام، وبيتكلم عن اختيار دولة قطر وروسيا اللي استضافت كأس العالم 2018 كان في روسيا و2022 كان في قطر بشكل خاص تقريبا، وإنه الموضوع فيه له إيه؟ فيه له تكويس وفيه له كوسة في الموضوع. طيب يا سيدي انت اديك معلومه كده لذيذه، انت عارف مين كان المنافس قطر في استضافه كاس عالم 2022؟ امريكا. حلوين امريكا حتخسر كده عادي وتهدى وتقول لا يا حبيبي، الحرب الاعلاميه شغاله من 2010 الى 2022 واخرها الوثائق اللي وقته مريب جدا قبل كاس العالم. يعني بلاتر من 2015 هو ما في. طلع لي هو قبل روسيا، طبعا روسيا شغال عادي ولا ايه؟ انا فاهم. طلعت لي هو قبل كاس العالم في قطر، صراحه هذه يعني ايه ما تمشي، مره ما تمشي يا سيد الناس. طيب نتكلم شوي عن المسلسل بشكل عام ترى جيد وكويس وحلو، بالذات الناس اللي تحب الكوره يعني. وبيتكلم فيه عن فتره بلاتر اللي هي من 98 وقت ما مسك بلاتر وكون فريق من رؤساء الاتحادات في العالم ورؤساء اتحادات القارات، لكن كان في له واضح، كان في له انه ايه، انه الموضوع حق اختيار قطر كان في له شويه تلاعب، فاهم يعني؟ كانوا مركزين شويه على هذه الحته، لكن هو بيتكلم بشكل عام عن فساد الفيفا. والصراحه المسلسل جيد جدا. انا ماني عارف ايش قاهرهم يا اخي، واخرهم مجتمع ال جي تي بي ده يقول لك احنا لازم نرفع الشعار في قطر وفي الشوارع وما ادري. يا حبيبي يا اخي انتوا رايحين دوله لازم تلتزموا بقوانينها، سهله وبسيطه جدا. يعني كاس العالم استضافته روسيا وقبلها البرازيل وقبلها جنوب افريقيا وقبلها المانيا، كل الناس راحت هناك كانت محترمين قوانين الدوله. احد حيجي فاهم يعني جنوب افريقيا السواقه يمين، لا انا بسوق يسار، انا حر، انا جاي، لا يا حب ما في شيء اسمه كده. قوانين الدوله تقول انه الموضوع هذا غلط ما نبغى، هي حرة قوانينها، انت حر انك تقاطع يا حبيبي، لكن ما حتيجي انت تغير قوانين وشريعة الدولة بالكامل يا صاحبي، مستحيل. في النهاية كاس العالم راح يتم السيدي وراح يكون من انجح كؤوس العالم اللي عدت علينا، من استضافة، من مرافق، من بنية تحتية، من مواصلات. قطر راح تتفوق في كل شيء، هذه وجهة نظري انا كده شايف صراحة، لأن الناس دي تعبت واجتهدت على مدار 12 سنة من الوقت اللي اختاروهم فيه. بس يا سيدي هذه كانت حلقة بسيطة عن رأيي في موضوع الحرب الإعلامية اللي بتواجهها قطر قبل استضافة كأس العالم، والأهم من هذا كله رأيك أنت يا سيدي. دمتم سالمين.